السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طوقني الحزب بأمانة ومسؤولية كبيرة، أتمنى أن أوفق بدعمكم للقيام بحقها كاملا حتى أسلمها لأصحابها الأبطال الذين سنطلق سراحهم قريبا. وإلى ذلك الحين أقول لكم إن المقاومة السلمية تمتلك وتستخدم السلطة الأخلاقية والقيم، والنظام يستخدم الوحشية والعنف والبطش. وأدعوكم باسم الشعب السوداني وباسم حزب المؤتمر السوداني وباسمي لمواصلة المقاومة والنضال بلا خوف، فالناس إذا تركت الخوف فهي الأقوى، أو كما قال الزعيم غاندي. ولأن الحرية تنتزع بالمقاومة، علينا التحمل لفترة لننعم وأولادنا وأحفادنا بالحرية. وإن الكذب التي يروج لها النظام عبر المخذلين ويقولون بعدم الاستقرار في حال سقوط النظام، يجب مقارنتها ومقاومتها بأن النظام لا يوفر الأمن ولا العدالة ولا حتى الخبز، فأين الاستقرار سوى في هذا الجحيم؟ وهو نفس النظام الذي يعتدي على الحرية والحقوق والأموال والأعراض بالأمن وأجهزة الفساد، ولا يحقق العدالة وسيادة القانون. فإنما نريد أن نرفع به صوتنا عاليا ويرتفع به صوتكم عاليا أننا مستمرون في مخاطباتنا للجماهير، ومكاننا بين الناس جنبا إلى جنب وكتفا بكتف ويدا بيد، صفا واحدا مع الشعب السوداني. وأناشدكم بأن نحتكم إلى ضمائرنا وصوت الحق فينا، وأن نخرج رافعين رؤوسنا ومتظاهرين نعبئ بعضنا ونعبئ جميع الناس ضد القرارات والزيادات وكل إجراءات النظام التي تزيد الشعب فقرا على فقر وجوعا على جوع ومرضا على مرض. فهدفنا الآن ضد الإجراءات الاقتصادية، وليس هدفنا الآن فك أسر المعتقلين كما يريد النظام جرنا لذلك، لأن هذه الإجراءات تهم الشعب كله. فعلينا وعليكم جميعا توحيد آليات التواصل ونقل المعلومات، وأولا ودائما علينا التغلب على ضعف الثقة بالنفس والتحرك للتحدي باستنزاف النظام. ووصيتي: علينا التماسك لاستنزاف النظام، وعلينا التماسك لإنهاك النظام، وعلينا التماسك للاستمرار والتجديد في الأساليب والتماسك لقهر النظام. وكلمتي الأخيرة للنظام: أن خلفي المكلف جاهزا وخلفه على أهبة الاستعداد، وتعاهدنا أن نرد الأمانة للرئيس عمر الدقير قريبا.